قلت له احنا اقليه عدديه، لكن احنا الاغلبيه الاستراتيجيه عندنا، مو عند غيرنا. نفط السعوديه بدينا، نفط العراق بدينا، نفط ايران بدينا، نفط افغانستان بدينا، نفط اذربيجان بدينا، نفط سوريا ولبنان. الان لبنان اكتشف فيها بالبحر الابيض المتوسط، وغالبيه حرب سوريا مبنيه على هاي القضيه، هاي القضيه المخفيه. واحد من اكبر مناجم النفط والغاز الان اكتشف حديثا. المضايق الرئيسيه لا اقل الان مضيق باب المندب في البحر الاحمر، ومضيق هرمز هو بدينا، باعتبار مضيق باب المندب بيد الحوثيين ومضيق هرمز بيد الايرانيين. وبالنتيجه الشوكت ما نريد ناثر على حركه الملاحه الدوليه بمنتهى السهوله. قناه السويس مهمه جدا، لكن مفتاحها وين؟ في باب المندب. احنا موجودين على البحر الابيض المتوسط، موجودين على الخليج العربي، موجودين في بحر العرب، موجودين على المحيط الهندي. الان ملك الاردن ما اجى طرح الهلال الشيعي ترى ما طرحها عبثا، هذول حاسبين حسابات جاي يشوفون ارقام مرعبه جدا بالنسبه لهم. فاذا عندنا القيمه الاستراتيجيه كبرى، القيمه الميدانيه الان حزب الله في لبنان اخذ الميدان السياسي والامني بطوله وعرضه. اليوم فلسطين صارت بيد الشيعة. الان حركه الجهاد الاسلامي غير حركه حماس، حركه حماس عالم اخر. اليوم التغير الامني اللي صار في سوريا، تفتكرون الجيش السوري سواه؟ الجيش السوري ما اقدر احكي. اليوم التغير الامني اللي صار في سوريا، تفتكرون الجيش السوري سواه؟ الجيش السوري ما اقدر احكي. لكن مو هو يفارق عن اربعاتنا، تجي تعتني الناس المجاهده، القوات الخاصه، الناس اللي تضحي تعتني وتتعنى وتستشهد وتقاتل، يجون يعطوهم اياه يقولوا لهم عمي هذا خلصناكم من عند المنطقه تحررت. ثاني يوم يعيفوها ويروحون لو يبيعوها لو بحالات الفساد او حالات الخيانه. اللي وقف القضيه وقفها الشيعة العراقيين والشيعة اللبنانيين والشيعة السوريين. ولذلك الآن حصل عندنا تغير هائل جدا عند العلويين. أنا عايش في سوريا وأعرف وضعهم، ثق بالله كانوا بعيدين جدا عن عالم اسمه عالم تدين ومرجعية وإسلام وشيعة وما كل اللي يهمهم فلان وفلان ايش سوت، كذا منهم كذا لعنهم كذا ما إلى ذلك، لكن بالفساد وترك الدين والفاحشة، لكن بالفساد وترك الدين والفاحشة، لكن بالفساد وترك الدين والفاحشة ما ماخذين راحتهم تماما. اليوم بدأوا يقولون أنه ما عندنا غير مراجعنا، عندنا السيد السيستاني، عندنا السيد الخامنئي، عندنا مراجعنا هم اللي وقفوا ويانا في المحنة، هم اللي قومونا، يلزمون العراق يقبلون من فوق إلى تحت. انتوا اللي انقذتونا. والعراقيين ايش قد راحوا؟ ما راح حدش الاعداد، لا تروحون بعيد وتقولون انه راحت من عندنا اعداد كبيره. ما راحوا، في اقصى الحالات ما زاد العدد العراقي اكثر من 6-7,000 واحد. حزب الله ما جاب القوات الاساسيه، لا جابوا القوات الاحتياطيه مالتهم. عندنا بالعراق، انا ما اتحدث عن العراق، كل الوضع الشيعي ممسوك بطريقه بعيده. نعم ما عندنا نظام على طريقة الشرطة وغير الشرطة، لا المراجع مو شرطة ولا عندهم وسائل تنفيذية. ولذلك اليوم مو عبثا يجون الأمريكيين يتفقون ويا الإيرانيين، ولذلك اليوم مو عبثا يجون الأمريكيين يتفقون ويا الإيرانيين، ولذلك اليوم مو عبثا يجون الأمريكيين يتفقون ويا الإيرانيين.